بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ كلامنا اعمل لايك للفيديو واعمل متابعة للصفحة عشان تشوف معانا كل جديد في أسعار العملات المصرية القديمة. كلام النهاردة عن بعض أسعار العملات الملكية. أسعارهم بسيطة لكن هنقول على أسعارهم عشان تبقى لو هي معاك تبقى أنت عارف سعرها وعارف كل المعلومات عنها. نشوف أول حاجة معانا 10 مليم السلطان حسين كامل، تاريخ إصدارها 1917. وادي الظهر بتاعها 10 مليمات 1917. هقربها لك عشان تاخد بالك منها يا باشا. 10 مليم 1917. نيجي بقى على سعرها. أسعارها حاجة بسيطة بس هنقول عليها. دي هتعمل 60 جنيه. 10 مليم دي هتعمل سعر 60 جنيه. 60 جنيه. نيجي على حاجة تانية. 5 مليم برضو نقربها برضو ونشوف شكلها 5 مليم السلطان حسين كامل، تاريخ 1917. يا باشا 5 مليم. نتكلم عن سعرها. دي هتعمل مثلا 40 جنيه 50 جنيه، في الحدود دي. لا هتزيد عن كده ولا تقل عن كده. نيجي على برضو حاجة زي كده برضو 10 مليمات 1938 الملك فاروق. 1938 الملك فاروق. 10 مليم 1938. ودي هتعمل سعر 50 جنيه برضو. نفس النظام هتعمل 50 جنيه بالحالة اللي قدامك دي. 50 جنيه. نيجي برضو على حاجة برضو تانية معانا. 2 مليم الملك فؤاد. 2 مليم الملك فؤاد. يا باشا المملكة المصرية، تاريخ إصدارها 1929. ودي هتعمل برضو 40 جنيه 45 جنيه. حاجات بسيطة يعني. كده احنا عرفنا أسعار اللي قدامك ده. الحاجات اللي قدامك دي الحاجة الغالية فيهم. هنا قلنا مفيش حاجات غالية. الحاجة الغالية في العملات الملكية اللي هي الريال فاروق وريال الملك فؤاد. ريال الملك فاروق وريال الملك فؤاد. الاتنين دول سعرهم غالي. أسعارهم تبدأ من 4000 جنيه فيما فوق. من 4000 فيما فوق على حسب حالة العملة نفسها. كل سعر للعملة بيتحدد على حسب حالة الورقة العملة اللي قدامك. فقلنا أغلى ورقتين، أغلى عملتين اللي هو ريال الملك فاروق وريال الملك فؤاد. دول أغلى حاجتين. أسعارهم تبدأ من 4000 فيما فوق لكل ورقة لكل عملة فيهم. ما تنسوناش في اللايك والمتابعة للصفحة عشان تشوف معانا كل جديد في أسعار العملات القديمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.